بيكن لنا كل تقدير واحترام بالنسبه لابويا، وانما بالنسبه لنا انا اعتبر ابن بالنسبه له. فزي ما بتقول ان زي ما الناس بتقول ان هيبقى في ده شريف صعب، ده احمد خطيب بنت كابتن احمد ناجي، يا جماعه ده هو اذا كان هو ده خطيب بنته فانا ابنه. فانا شايف ان هو الكوره ما فيهاش الكلام ده يعني اكتر الناس اللي طلبت ان يكون شريف اكرامي موجود في فرقه النادي الاهلي في يناير تحديدا. هو كان في شرط جزائي في عقد شريف ممكن طبعا يبقى في اخر الموسم طبعا. لكن كابتن ناجي كان مصر اصرار شديد جدا ان شريف يكون موجود من يناير طبعا للمنافسه والتواجد من لا. وبعدين كابتن احمد ناجي من بعد ما المفاوضات بيني وبين النادي الاهلي ما مشيتش، وهو كان بيكلمني من بعد اول ماتش في الدوري، ماتش بطوله اسيوط، كلمني وقال لي يا شريف شد حيلك، انا لسه مصمم انك تبقى موجود، فعايزك تأدي موسم كويس. وانا بعد كل ماتش كنت بكلمه وبطمن على الفرقه وببارك له لو كسب، وهو كان بيكلمني لحد بعد ماتش الزمالك. هو كان اول واحد كلمني من الجهاز الفني وقال لي يا شريف انت شرفتني وانت فعلا رفعت راسي وكده، انا عايزك تبقى معايا في يناير ان شاء الله. وهنا بدأت المفاوضات يعني. علاقتك باحمد عادل عبد المنعم كويسه جدا. احمد اخويا الصغير، بس يمكن انا ما قابلتوش بقالي فتره طويله جدا عشان انا كنت محترف ولسه راجع، فما يعني وحتى ما صادفش ان انا قابلته النهارده، وما قابلتش رمزي برضو. بس هو احمد اخويا الصغير ورمزي زي اخويا، علاقه بينا كويسه جدا. تمام. في الكره يا شريف بيبقى في 3 حاجات او 3 مراحل كده سريعه. انا عارف ان فاضل حوالي 4 دقائق من دلوقتي عشان نبقى ملتزمين بوعدنا مع كابتن هادي خشب مدير الكره. تمام. لكن خليني اقول لك يعني في بتبقى في مراحل كده بتمر بالناشئ باللعيب اللي لسه منضم لنادي كبير. الاول بيبقى لو في حب، الجماهير بتحب فلان وبعد كده بتتعاطف معاه شويه طبعا. وخصوصا لو كان لعيب في قبول من حتى قبل ما يجي. انت عندك ده بيبقى في حب وبعدين بيبقى فتره كده من الفترات وبعدين يتغير الحب ده لتعاطف معاك وبعدين يبقى تقييم بالزبط. تقييم لشريف اكرامي. ايه اللي قال شريف اكرامي؟ ايه اللي ممكن يبقى بالنسبه لك بتقول يا نهار ابيض لو حصل كذا هتبقى مشكله؟ لا يعني بص اقول لك على حاجه يا كابتن سيد. في البدايه يعني زي ما قلت لك انا يعني بطلت احط سيناريوهات لاحداث تحصل. انا شايف ان انا في حاجتين مهمين جدا يعني لازم تتواجد في اللعيب عشان يبقى اقدر اقول يبقى في استمراريه ليه في نادي كبير زي النادي الاهلي. والحاجتين مش بايد اللعيب. اول حاجه القبول، ان الجماهير تبقى قبلاك حتى من غير ما تجيلك كوره وانت بس مجرد هيئتك بس. دي حاجه. الحاجه الثانيه الثقه، ان ازاي الجمهور يبقى واثق فيك. بس دي الثقه دي طبعا ما بتجيش من يوم وليله، بالعكس لازم تأدي ماتش واثنين وثلاثه عشان الجماهير تثق فيك وتحس ان انت تبقى كويس. جماهير الكوره بتفهم كويس جدا وبتقدر تقيم اللعيب المميز او اللي هيبقى مميز من لا ده مش هيبقى كويس. بس فانا شايف ان القبول الجماهيري الحمد لله الى حد ما انا شايف ان في قبول جماهيري. الحاجه الثانيه انا محتاج اللي هو اظهر بشكل كويس مع النادي بحيث ان انا اكسب ثقه الجمهور. بس هي دي انا شايف ان دي اهم حاجتين يعني لازم يحصلوا بين اي لعيب في النادي الاهلي وبين الجمهور عشان يبقى في استمراريه والجماهير تحب اللعيب وتقيمه صح. مش بالقطعه، مش بالماتش، مش عامل ماتش كويس يبقى كويس، الماتش بعديه وحش يبقى وحش. لا في لعيبه كتير جدا يعني مثلا ابو تريكه لو ماشي كويس جه ماتش وحش الناس بتقولش ابو تريكه بقى وحش. لا ابو تريكه النهارده مش موفق، انما ابو تريكه لعيب كبير وفنان والكلام ده كله. فانا شايف ان التوفيق والثقه والقبول دول اهم 3 حاجات في لازم يعني ربنا يديهم لاي لعيب في النادي الاهلي. مين من رؤوس حربه كده بتقلق يا شريف وانت بتلعب قدامه غير عماد متعب؟ لا بالعكس بلاش الدعوات خالص خالص. ده احنا كنا مضطرين حتى في ماتش الاهلي والجونه بس بس انا ما صادفش الحظ ان انا لعبت يعني. لا انا يعني في انا الصراحه اتعودت ان انا اعمل لكل المهاجمين حساب. يعني كل الناس اللي لعبت قدامهم الدوري الممتاز طبعا يعني ميدو وعمرو زكي وشيكابالا لعيبه ما يستهانش بيها. وفي في الجيش بابا اركو فيرود كويس جدا. وفي ايريك بوكودا فيرود كويس جدا. يعني المفاوضات لازم يتعمل لها حساب. يمكن الناس دي لو في انديه يعني جماهيريه وماتشاتها متذاعه اسبوعيا وفيهم ممكن يبقوا نجوم كبار يعني. طب يعني بيقولوا لي بعض الاس ام اس بدات تيجي خلاص يعني الناس بدات تديك في القاب يا شريف كده يعني النمر الافريقي، التمساح الافريقي، رئيس الحراس بيقول يعني هم بيبلغوا لي في الاربس على طول يا شريف. لكن خليني اقول لك كمان يعني الفتره اللي جايه فتره اثبات، فتره زي ما انت قلت القبول موجود، التقييم هيبقى لجماهير النادي الاهلي. الناس عندها خلفيه على شريف، هو حارس مرمى منتخب مصر تحت 19 سنه اللي حاصل على افضل حارس مرمى. ورغم ان انتوا وصلتوا كاس العالم في الامارات وكان موجود مجموعه كبيره جدا من اللعيبه المميزه في الفتره ديت، ورغم خروجكم من دور ال 16 يا شريف لكن انت خدت احسن حارس مرمى. كل دي ارقام في سن صغير بتحمل برضه. هرجع للنقطه اللي بدانا منها، المسؤوليه. طبعا مش عايز او مش خايف كتر الحاجات دي يا شريف يعمل لك نوع من العصبيه في البدايه؟
والله يا كابتن سيد، يعني طبعا الكلام اللي انت بتقوله ده وارد جدا انه يحصل. بس دايما انا اتربيت في النادي الاهلي على ضغط، يعني دايما احنا في النادي الاهلي من صغري وانا دايما محطوط تحت ضغط، جول النادي الاهلي دايما تحت ضغط. دايما مطالب ان هو يبقى يفصل كل حاجه بتحصل حواليه ساعه الماتش عشان ما يحصلش تشتيت. بس فانا شايف ان انا يعني طبعا الحاجات دي كلها بتحط عليها مسؤوليه، ان انا دايما استمر ودايما ان انا ابقى كويس. بس انا ان شاء الله خلاص، يعني انا كل الكلام الالقاب الجميله اللي قلتها دي انا خلاص دي حصلت لي قبل كده وخلاص، زي ما بيقولوا اللي فات مات. انا ما بفكرش فيها وما بفكرش ان دي تبقى سجاده افضل محتمي بيها، يعني عشان لو حد كلمني لا يا جماعه ده انا خدت وخدت وخدت. لا طبعا الكلام ده وانا صغير بيختلف تماما لما بنوصل في الاول. فانا شايف ان دي القاب الحمد لله حققتها وربنا وفقني وربنا جعلني سبب لفرقتي ان احنا اظهر بشكل كويس والكلام ده كله. بس انا شايف ان اللي خلاص ده خلص، انا اللي جاي هو الاهم ان شاء الله. ان انا بفكر ان انا يعني احاول احقق نفس الانجازات دي مع النادي الاهلي وعشان بصمه النادي الاهلي تختلف عن اي حاجه تانية. تمام. ومعاك مدرب قدير زي احمد طبعاً. ناجي قادر باذن الله مع الكتالوج بتاعك. مع الكتالوج هو زي ما هو. شيء مش عايز اسهرك اكتر من كده، عارف ان انت عندك تمرين الصبح الساعه 9، وعشان كمان نكون ملتزمين بوعدنا مع كابتن هادي خشب ومدير الكره اللي اتفقنا معاه بالعافيه ان انت تكون موجود معانا من 11 ل 11 ونص. اتمنى لك التوفيق، شخصيه جميله اعرفها من زمان، يمكن من 89 او 91 انا دخلت النادي 89، شفتك 91 كنت بتتمرن برضو مع كابتن احمد مع كابتن اكرامي. يا رب باذن الله يا شريف مع كابتن ناجي. لا كانت انا اول مره شفتك مع كابتن اكرامي، كان بيمرنك في ملعب الاستاد مختار التتش كده ورا الجول شويه. لا ده ساعتها بس كان شعرك ناعم ساعتها، مش عارف ايه اللي اختار. لا هو ما زال، بس انا مهيشه.